لو قلت لك إن كل اللي بيحصل حوالينا دلوقتي ده مش صدفة، وإن العلامات اللي اتقالت من 1400 سنة بدأت تظهر قدام عينك، هل هتصدق ولا هتفتكرها مبالغة؟ الحلقة دي ممكن تغير حياتك أو تخليك تصحى قبل فوات الأوان. فهل فعلا علامات الساعة بدأت تظهر؟ وهل إحنا في غفلة؟ هل الإنسان مش قادر يفهم ولا يستوعب ده؟ هل لازم دلوقتي نقرب من ربنا أكتر؟ وهل ده هو الوقت المناسب؟ الحلقة دي يا صديقي أقل من يقال عنها إنها مرعبة، بل إنك لو فهمتها كويس فهي حرفيا ممكن تغير حياتك بالكامل. اللي قاعد يحصل حاليا في العالم من كوارث شيء مرعب، لكن الأكثر رعباً إن كل ده موجود ومذكور في الدين الإسلامي سواء في القرآن أو في السنة. وأنا طفل صغير كنت دايماً بخاف جداً من يوم القيامة، وكان ده مصدر رعب بالنسبة لي. كنت طول الوقت بتخيل نهاية العالم شكلها عامل إزاي، وكان عندي إحساس غريب إني هكون شاهد عليها في يوم من الأيام، وإني هشوف خروج الدجال والفتن والمجاعات. زمان وأنا صغير كانت الحياة بخير، كنت طفل بريء بروح المدرسة وارجع الساعة 3، اقعد قدام التلفزيون اتفرج على MBC3 واكرر ده يوميا بكل شغف. البيوت كانت مليانة دفء وحب لحد ما ظهر الهاتف اللي غير كل حاجة وقتل الروح والمعنى الحقيقي للحياة. وسائل التواصل الاجتماعي اللي كان المفروض تقربنا من بعض كانت اكبر فخ وقعنا فيه بسبب سوء استخدامنا ليها. بقت الهواتف سجن بنعيش فيه للهروب من الواقع، ومن خلالها بقى التحكم فيك والسيطرة عليك أبسط من زمان. والمصيبة الأكبر في الذكاء الاصطناعي اللي بدأ يخلط الواقع بالخيال. بقينا لما نشوف فيديو غريب الناس تتخانق هل ده حقيقي ولا معمول بالAI. للأسف الشديد ما بقاش من حقك تفرق بين الحق والباطل، وانت قاعد بتتفرج على الأخبار في الوقت الحالي شايف كوارث بتحصل كل يوم، حرايق في دول عمرها ما شافت نار، فيضانات بتمسح مدن من على الخريطة، زلازل تهز الأرض، حروب وأمراض ومجاعات. تفتكر كل الكلام اللي قلته لك ده مجرد صدفة ولا احنا للأسف الشديد في بداية النهاية؟ الغريب ان اللي بيحصل حوالينا ده عمره ما كان جديد، كل ده مذكور في الدين الإسلامي من 1400 سنة، سواء كان في القرآن الكريم أو في أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدين قال إن هيجي وقت تكتر فيه الزلازل وتنتشر فيه الفتن وتكتر الهرج، وده معناه القتل بدون سبب. وده حصل حاليا في دول عربية زي السودان وسوريا وفلسطين، ومؤخرا في ليبيا واليمن. فهل تعتقد ان هو ده زمن الفتن اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه؟ زمن الخداع البصري، زمن الناس اللي شكلها طيب لكن من جواها اخبث خلق الله، زمن اتقلبت فيه كل المفاهيم، الصح بقى غلط والغلط بقى صح. في حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. وقيل ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الراجل التافه يتكلم في أمر العامة. وده هو اللي بنشوفه النهاردة، ناس تافهين بيقودوا ملايين. مش أشهر ناس على السوشيال ميديا هم مجموعة من الأرجوزات والتافهين. مين قدوة أغلب الشباب حاليا واللي نفسه يبقى زيه؟ هتلاقيه في النهاية مشهور تافه لا يقدم قيمة للمجتمع، بل إنه يضر. ناس مش مؤهلة أبدا إنها تتحكم في عقولنا، بتتحكم في كل شيء. يبقى مش كل اللي أنا حكيته لك دلوقتي ده بقى من علامات الساعة الصغرى؟ هل فعلا الكلام اللي الشيوخ قاعدين بيحذرونا منه في الوقت الحالي هو كلام حقيقي؟ هل خلاص كل علامات الساعة الصغرى اتحققت والمرحلة اللي احنا داخلين عليها هي بداية ظهور العلامات الكبرى؟ هل احنا داخلين على زمن انتظار الدجال، زمن انتظار الصيحة وانتظار طلوع الشمس من المغرب، زمن مش هيبقى فيه رجوع ولا توبة لربنا سبحانه وتعالى؟ هل ممكن فعلا وانت قاعد دلوقتي بتتفرج على الحلقة دي تكون آخر مرة تسمع فيها تحذير؟ هل ممكن فعلا في لحظة واحدة الباب يتقفل؟ خليني في الأول كده أكلمك عن العلامات اللي ظهرت بالفعل واللي تم التحقيق منها بنسبة 100%. أول علامة كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 610 ميلاديا، ودي موجودة في حديث صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. يعني بعثة النبي محمد كانت أول العد التنازلي. وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سنة 632 ميلاديا هي العلامة الثانية. وبعد العلامة الثانية الأمة بدأت تدخل في فتن متتالية. فتح بيت المقدس اللي حصل سنة 637 ميلاديا على يد عمر بن الخطاب بعد معركة اليرموك. رابع علامة وهي طاعون عمواس. طاعون انتشر بالشام سنة 639 ميلاديا في قرية اسمها عمواس، ومات بسببها أكتر من 25,000 شخص، واللي كان من ضمنهم الصحابي الجليل أبو عبيدة ابن الجراح. خامسا ودي اللي هتستغرب منها شوية، استفاضة، يعني يكون معانا فلوس كتير جدا مش عارفين نوديها فين. طب الكلام ده حصل أو حدث بالفعل؟ أحب أبشرك وأقول لك ما تقلقش، مفيش فلوس جاية لك ولا حاجة. ده حصل فعلا في عهد عمر بن عبد العزيز. الناس كانوا أغنياء جدا لدرجة إنهم ما كانوش عارفين يودوا فلوسهم فين. الموضوع وصل إنهم لما كانوا بيجوا يتصدقوا على بعض محدش كان أصلا بيقبل الزكاة، لأن في النهاية ما كانوش عارفين يودوا الخير فين. وده طبعا كلام موثق في كتب التاريخ الإسلامي. سادس علامة وهي ظهور الفتن منذ مقتل عثمان بن عفان. ادعاء النبوة من مسيلمة الكذاب، وحتى اليوم بنشوف حوالينا كل يوم واحد يطلع يقول لك أنا المهدي المنتظر، وحاجات من دي كتير. انتشار الفاحش وقطع الأرحام. بنشوف حوالينا دلوقتي في المجتمع كلام الناس اتغير بشكل غريب.
ثقافة الناس علشان تبان روش أو صايع لازم تستخدم ألفاظ بذيئة، وده ما بقاش بس عند الكبار، حتى الأطفال الصغيرين في الشوارع بقى بيعملوا ده بكل بجاحة وحرية. المشاكل العائلية وقطع الأرحام بقت موجودة بشكل مرعب في كل عيلة. مفيش أي عيلة دلوقتي موجودة في الوطن العربي إلا خالك ياكل ورث أمك وعمتك تكون حرباية. الجيران وللأسف الشديد بقوا مؤذيين جدا وبيغزوا بعض بكل الطرق، حتى الناس اللي ما بيأذوش بعض بيكونوا أصلا مش عارفين بعض، بالرغم إن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على سابع جار. كتر القتل والحروب وده طبعا شفناه الفترة اللي فاتت، زخرفة المساجد دون خشوع، كترة الزلازل من سنة 2000 لحد يومنا ده، ضياع الأمانة. دلوقتي المناصب بقت ولاها ناس مش مؤهلين في كل المجالات، وده بقى وضع عادي جدا في كل المؤسسات الحكومية وحتى الدين. الشخص اللي بيتكلم عن الدين وهو شخص لا يفقه عنه أي شيء حرفيا، وبدل ما الناس تتجه للمشايخ وكبار العلماء بقى يتجهوا للفتوى من شيخ عامل نفسه شيخ قاعد على التيك توك، بدل ما يحسن من صورة الدين ويطلعنا بشكل كويس، لا قاعد يكره الناس في الدين بتصرفاته وعمايله. وانا هنا ما اقصدش حد بعينه، لان الله يعلم بنوايا الناس، ولكن للاسف الشديد هذا النموذج بقى منتشر بشكل مرعب في الوقت الحالي. قله الرجال وكثره النساء، استحلال المعازف والغناء، كتمان الحق وشهادة الزور، وبنشوف ده طبعا في بعض القضايا والمحاكم وحتى في الإعلان. ناس بتدفع كل ما تملك عشان تشتري شهادة الزور وتخفي الحقيقة. تقارب الزمن، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. نار الحجاز سنة 1256 ميلادية، العلامة رقم 18 من علامات الساعة إن في ناس بتتمنى الموت، يعني ممكن يعدي من جنب قبر ويقول يا رب أنا اللي جوه وهو اللي بره. الناس من كتر مصايب الحياة والمشقة ما بقوش قادرين إن هم يتحملوا الواقع، وفي ناس للأسف الشديد من شدة الكرب بتخلص على نفسها، ودي يا صديقي العزيز واحدة من علامات الساعة. التطول في البنيان، دول عربية أو أوروبية في الوقت الحالي هتلاقي ناطحات السحاب موجودة فيها أكتر من الناس. البيوت والمباني بقت ضخمة بشكل مرعب، ودي من علامات الساعة. العلامات اللي أنا قلتها لك دلوقتي دي كلها هي العلامات اللي اتحققت بنسبة 100%، علامات متأكدين منها، بل إن في علامات أكتر ظهرت وأنا ما ذكرتهاش لأن وقت الحلقة خلص ومش هينفع أطول أكتر من كده. الهدف من الحلقة مش التخويف لكن التذكير. أنا يمكن أكون مش قريب من ربنا 100% وبعمل أخطاء، لكن بحاول أكون نسخة أفضل. إحنا قربنا جدا، ولو وصلت للنقطة دي أعرف إنها مش صدفة. ربنا هو اللي عايزك تسمع الرسالة دي، ويمكن تكون آخر تحذير. قرب من ربنا وحافظ على نفسك، ونشوفك في فيديو جديد إن شاء الله. وبس كده، منساش تصلي على النبي وتعمل لايك وتشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.